في كلامه يعني ما عندوش مشكله ان هو يقول اي حاجه على اي حد، فهو قال كده بالظبط. يعني المعنى الحرفي اللي هو قاله: المنتخب الاولمبي يدربه المدربين العواجيز. دي وجهه نظر المدير الفني الكبير للنادي الاهلي مانويل جوزيه. يعني برضو ارجع اتكلم معاك مستر مانويل عن النادي الاهلي، وخليني ابدا معاك من اخر حاجه عملها النادي الاهلي، وهي انجازه الكبير بفوزه بالبطوله الافريقيه. الحقيقه في حاجه شبه اعجاز، الحقيقه الناس كلها اتكلمت عنها سواء داخل القاره الافريقيه او في العالم الحقيقه كله. حضرتك شايف ان هزيمه، وبعد كده طبعا كانت لعب النادي الاهلي لبطوله كاس العالم اللي كانت مقامه في المغرب، عايزك برضو تقول لنا رايك في فوز النادي الاهلي في بالبطوله الافريقيه، وايضا اخفاقه الشديد في بطوله كاس العالم. نفس الأسباب كانت طبعا. لكن ما صدقتش طبعا ان الاهلي يقدر يجيب البطوله بتاعت الافريقيه ديت. زي ما قلت لك، انك تلعب مرتين في البطوله الافريقيه بدون جماهير، واللعيبه معظم الوقت بيلعبوا خارج القاهره وخارج استاد القاهره. لازم تلعبوا في كاس، لازم يلعبوا في كاس في استاد القاهره. اللي عملوه طبعا كان حاجه ما كنتش مصدقها، وكانت مفاجاه كبيره ليا. في كاس العالم للشباب ما كانش مفاجاه بصراحه اللي حصل، يعني الاداء ما كانش مفاجاه. حلوه الموندياليتو دي، نسميه موندياليتو على راي مانويل جوزيه. يعني طبعا انا في مكالمه معاك مستر مانويل من حوالي اسبوعين قبل بطوله كاس العالم دي، انا هقولها لحضراتكم ان انا كنت بتكلم معاه في مكالمه خاصه جدا. انتوا عارفين ان احنا دايما بنتواصل انا ومستر مانويل في مكالمه خاصه، الحقيقه اتكلمت معاه فيها وقال لي لا ما تفتكرش ان الاهلي هيعمل بطوله جيده، هتبقى عنده بطوله صعبه جدا في كاس العالم. دي كانت بعد فوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه وقبل كاس العالم. فانت ليه توقعت مستر مانويل في المكالمه اللي بيني وبينك، ليه توقعت هزيمه النادي الاهلي في موندياليتو زي ما حضرتك بتقول؟ لنفس الاسباب اللي خلت المنتخب يخسر 6-1 من غانا، نفس الاسباب. كان في احساس عالي بالمسؤوليه، ولكن الاحوال بصفه عامه طبعا اللعيبه الاخرى اللي كانت بتلعب قدامه في كاس العالم للانديه كانت ظروفه مختلفه ومريحه وطبيعيه. لكن لو بصيت للفريق، افضل اللعيبه في الاهلي هم كانوا اللعيبه الكبار. تمام. يعني برضو مستر مانويل انا مش عايز اخدك لاشياء شخصيه، ولكن في الاخر لازم اسالك وسؤال مهم جدا هساله لحضرتك: هل انت شايف مع الاسباب اللي حضرتك قلتها ان قله خبره مثلا المدير الفني الجديد لمحمد يوسف قد تكون سبب من اسباب هذه الهزيمه؟ محمد يوسف made the Champions League. محمد يوسف حصل على البطولة الأفريقية في أول سنة يتولى فيها التدريب، طبعا دي حاجة معجزة. لكن ما اقدرش اقول ابدا ان اللي حصل في كاس العالم للانديه كان بسبب محمد يوسف. الماتش الاولاني ما كانش وحش قوي، ابو تريكه طبعا اصيب وساب وخرج، فطبعا وده للسبب كافي للخساره. انت عارف ان ابو تريكه يمكن يكون بطيء شويه، لكن جميل جدا بالنسبه للاهلي. السيد معوض جيد جدا، كان كويس قوي. ابو الجمعه كان افضل واحد برغم ان سنه 38 سنه. ابو تريكه اللي عنده 36 سنه كان افضل. طبعا كان في حاجه غلط. تمام. طيب مستر مانويل، الحقيقه برضو في مشاكل كتيره الحقيقه في النادي الاهلي، وفي ناس بتقول ان باعتزال ابو تريكه وباعتزال محمد بركات والمجموعه الكبيره او مجموعه النجوم اللي اتعملت وحضرتك موجود في النادي الاهلي كان ليها دور كبير جدا في بطولات النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. هل النادي الاهلي سيواجه مشاكل بعد اعتزال تحديدا محمد ابو تريكه؟
Without Abu Trika, but in this moment they have outside the team 4 or 5 good players. في الوقت الحالي في 5 لعيبه كويسين، وليد متعب، عماد متعب، وليد سليمان، فتحي، حسام عاشور، رامي ربيعه، 7 لعيبه. عندنا 7 لعيبه كويسين. بال7 لعيبه دولت الاهلي مختلف طبعا، مختلف، هيكون افضل. ابو تريكه ايه اللي حصل له؟ طبعا السن، ده السن. خلص ابو تريكه، خلص، كان لاعب عظيم، ادى النادي الاهلي الكثير، افضل لحظاته في تاريخه، لكن طبيعي ان هو خلص. والنوعيه دي من اللعيبه انت محتاج وقت طويل قوي، وسنوات وسنوات، علشان تلاقي لعيب زي ابو تريكه. مساله مش سهله، من الصعب انك تلاقي بديل ابو تريكه. طبعا دي حقيقه. النجم الكبير محمد ابو تريكه واحد من اللاعبين اللي زي ما مستر مانويل بيقول، واحد من الناس اللي دايما بيكون، مش كل سنه هتلاقي واحد زي ابو تريكه، كل فتره طويله جدا هتلاقي زي ابو تريكه. مستر مانويل الحقيقه الاهلي مش ليه، طيب مش هقول لك ليه، الاهلي مش بيصعد ناشئين، يعني دي حقيقه ان الاهلي مش بيصعد ناشئين. طيب لماذا لا يصعد النادي الاهلي ناشئين؟ دي اول حاجه. ثانيا لماذا دائما يعتمد على شراء اللاعبين من خارج النادي الاهلي في ظل وجود مجموعه كبيره وجيده من الناشئين؟ في مصر وفي الاهلي لما كنت موجود حطيت شرط لعودتي لمره ثانيه. قلت اول حاجه لازم تتعاقد مع كل اللعيبه اللي انا عاوزها، والشرط الثاني لمده 4 أو 5 سنين مش هتبيع اي لعيب بدون تفويض مني. وتفتكر ان في سنه واحده اتعاقدت مع حسام عاشور ومع عماد متعب ومع بركات وعماد النحاس واسلام الشاطر وابو تريكه. وقبل كده كان في جilberto، وبعد السنة في 2005 اتعاقدنا مع فلافيو ومع عبد الوهاب، وبعد كده اتعاقدنا مع أحمد فتحي. وكانت قدامه طبعا عروض كثيره جدا انه يسافر، لكن دايما كنت برفض، دايما برفض. اذا كنت عاوز تفوز بالبطوله الافريقيه زي زمان من 10 ل 12 سنه. انا لما مسكت الاهلي كان الاهلي بقاله 14 سنه ما خدش البطوله. ما تقدرش تبيع لعيبه. اذا كنت عايز تجيب البطوله دي تاني 4 أو 5 مرات لازم تخلي عندك افضل لعيبه، وفعلا انت عندك لغايه دلوقتي لعيبه من الوقت دوت. بالنسبه للشباب انا اديت فرصه كتيره جدا، اديت فرصه لحوالي 74 أو 75 لاعب من جيل الشباب، لكن اللي فضل هو الافضل والباقيين مشيوا. في فريق الشباب بيستنى الافضل، لكن الباقيين بيمشوا طبعا. لكن انت سبقتني يا مستر مانويل، الحقيقه سبقني مستر مانويل، لان انا كنت هسالك سؤال مهم جدا الحقيقه مستر مانويل. يعني في ناس كانت بتتهمك انت تحديدا بان حضرتك مش بتدي فرصه للناشئين، زي مثلا فلافيو انت اديته فرصه سنه لغايه لما جاب جون وهو بيجري بظهره، عماد النحاس عملها له، جت في ظهره ودخلت جون. ففي ناس كتيره جدا بتتهمك انت شخصيا بعدم الاعتماد على الناشئين، ولو اعتمدت عليهم ما بتديهمش الفرصه زي اللي بتديها لغيرهم. ايه راي حضرتك في هذا الموضوع؟ في نادي كبير لو عايز تكسب في ريال مدريد او برشلونه بيلعبوا نفس اللعيبه، يعني بديلين. مين هيلعب دلوقتي في الاهلي؟ معاك مع متعب، ابو تريكه وفلافي وبركات. مين هيلعب جنبهم دولت؟ مين هيلعب؟ مستر مانويل، بس ده ممكن يكون بيعرض المجموعه اللي دايما بتلعب يعني اصابات كتيره، ولا راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ ما حصلش معايا لما كنت موجود، الحمد لله كانوا في حاله جيده جدا وفضلوا يلعبوا ولعبوا كويس قوي معايا.
لا ما حصلش معايا. اديت فرصه حسام عاشوره من بين الشباب اللي انا اديتهم فرصه. ليه؟ لانه كان افضل من التانيين. متعب اديته الفرصه في 2004 استفاد من الفرصه وما سابهاش. قبل كده في 2001 اديت فرصه لكام لاعب هتفتكر؟ حسام غالي والرياض شيتوس، احمد ابو مسلم، احمد بلال. وكان في ظهير يمين انا مش فاكر اسمه. كان في كاس العالم للشباب تحت 20 وكانوا خدوا المركز الثالث. وكان معايا رضا شحاته. يعني مع الذاكره انا بفتكر في نفس السنه خلصت الدوري ده وكسبنا الزمالك 6-1 في الموسم ده بست لعيبه كانوا طالعين من فريق الشباب، لكن كانوا فعلا كويسين. لكن بعد كده لا ما كملوش كويس. في المرة الثانية تعاقدت مع اللاعبين الجداد وقعدوا 6 سنين معايا ومحدش دخل لأن ما كانش فيه لعيبة من فريق الشباب الموهبة اللي تخليك تحط مثلا متعب ولا وائل جمعة ولا أبو تريكة على دكة الاحتياطي وتلعبهم هم. اوكي طيب مستر مانويل، الحقيقه برضو يعني طبعا اكيد الباك رايت اللي انت بتتكلم عليه ده مش انا لان انا ما كنتش صغير قوي كده، لكن طيب اخدك لموضوع تاني مستر مانويل. احمد شكري كمان عامل مشاكل الايام دي، والنهارده كان احمد شكري في خارج قائمه النادي الاهلي عمل مشكله او اتقال ان هو عمل مشكله وعايز الحقيقه ان هو يمشي من النادي الاهلي عشان مجرد عدم وجوده في القائمه. طيب احمد شكري وحضرتك موجود سبتوه، النادي الاهلي سابه واستغنى عنه او طلعه لاعاره. من وجهه نظر حضرتك ليه احمد شكري رجع مره اخرى للنادي الاهلي؟ هي مسألة شخصية. القرار ترك النادي في المرة الأخيرة اللي كنت فيها في الأهلي كانت قرار. قلت له استنى ما تمشيش هنا، مش هتعرف تلعب، لكن في فرص افضل ليك من بره. ممكن اعلمك حاجات تخليك لعيب محترف، لاني حسب فهمي انت ما انتش لاعب محترف وكان صغير، كان ما عندكش لسه عقليه احترافيه. ممكن انقل لك العقليه الاحترافيه دي وانت بتلعب لما بتكون الكره معاك. في طبعا طريقه لعب، لكن بعد كده انت ما بتشتركش في المباراه، انت بتلعب بس لما تكون معاك الكوره. لازم تتحرك في التكتيكات بتاعت النادي، لازم تعرف تحارب علشان تجيب الكره اللي ضاعت منك، لازم تضغط على اللعيبه، لازم تشارك في دي كرة جماعية، لازم مع المجموعة. استنى هنا هتكون عندك، هتبقى لعيب عظيم لأن أنت عندك موهبة، لكن الموهبة لوحدها مش كفاية، عندك حاجات كتير. الحاجات دي أنا ممكن أعلمها لك. لا ده هم هيدوني فلوس كتير هناك، أنا عايز أمشي وأنا عايز أمشي. فقلت له خلاص ماشي، ده قرارك، قرارك، عايز تمشي اتفضل. طيب مستر مانويل، هاخدك لمنطقة تانية خالص، وهو على فكرة بس قبل ما اخد او اسألك السؤال اللي جاي